السلام عليكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وباحسن الاحوال. رجعنا لكم ان شاء الله بوصفه جديده، افكار جديده للفطار، للعشاء، لللانش بوكس، بين الوجبات. حاجه سريعه ان شاء الله تعجبكم. هنجيب 4 كوبايات دقيق ومعلقه ونص لبن بودره، معلقه خميره، معلقه سكر كبيره، نص معلقه بيكنج باودر، رشه ملح، ربع كوبايه سمنه، كوبايه لبن دافيه، وممكن نكمل بميه. هنجيب بقى العجان بقى ونشغله على الجزء اللي هو بتاع العجن، وهننزل الدقيق ونلفه هو وذرة الملح والخميرة واهو والمواد الجافة. بعد كده ننزل السمنة ونلف بالعجان لغاية لما نحس ان الحاجات دخلت في بعضها المكونات، وننزل عليهم باللبن الدافي مع بعض خطوة بخطوة، ونشوف ان شاء الله احلى مخبوزات. نزلنا هنا بالمكونات كلها اهي، وقعدنا نلف بالعجان. يا مسهل يا ربي، اول ما تلاقوا العجينه فصلت عن العجان يبقى انتوا كده خلاص. بص انا مسكت العجينه لقيتها لسه محتاجه سوائل. بعد ما حطيت كوبايه اللبن الدافيه حطيت لها شويه ميه دافيين. هتفضلوا كده مع العجينه وعينكم معاها، كل دقيق بيختلف عن التاني لغايه لما توصلي للقوام المطلوب، اللي هو ان العجين يفصل عن العجان. ولو ما عندكيش عجان اخبزي بايديكي عادي، مفيش اي مشكله. هتفضلي لغايه ما توصلي للقوام الطري ده اللي هو بيلزق، وفي نفس الوقت تعرفي تمسكي العجينه. ان شاء الله هتعملي احلى مخبوزات ومعجنات ان شاء الله. بصي اهو مسكناها كده بقت جميله. طالما اتمسكت حطيناها في طبق وهنغطي عليها ونسيبها تخمر. هنشوف بقى الطريقه بقى اللي هي اللي هنحشي بيها. هنجيب معلقه سمنه كبيره ونحطها على النار، وننزل عليها بربع كيلو لحمه لغايه ورشه ملح لغايه ما تلاقي مفيش فيها سوائل خالص. هنروح نازلين عليها ايه بقى، هنشوف مع بعض دلوقتي. البهارات بتاعتها بقى، هنجيب معلقة ملح، معلقة بهارات كبيرة، معلقة بابريكا، معلقتين بابريكا كمان، 7 بهارات معلقة واحدة، وبصل بودر وفلفل اسود معلقة، وتوم بودر معلقة، كل حاجة معلقة بهارات. حطينا البهارات كلها مع بعض، هنقلب بقى مع بعض كويس قوي اللحمة. هنجيب بقى معانا فلفل الوان، فلفل حامي حسب الرغبه، بصل مفروم، بصلايه كبيره، جزرايه مفروم مبشوره، وطماطميه تقطعيها تاخدي منها الميه بتاعتها، وتنزلي كله بقى الجزر مبشور اهو. حاجه حاجه البصل، بعدين الجزر، بعدين فلفل الالوان والفلفل الحامي، واخر حاجه الطماطم. وقلبي بقى لغايه لما تلاقي اللحمه معاكي قربت تستوي، توطي عليها وتسيبيها شويه وتظبطي الملح بتاعك اهو. خطوة بخطوة مع بعض. اظن اللحمة ما فيهاش حاجة جديدة، بس الخضار اللي فيها بيديها طعم جميل. هنفرد بقى العجينة اهو بعد ما خمرت. بسم الله ما شاء الله. بنفضي منها الهواء الاول، بعد كده بناخد قطعة ونفردها، ونجيب القطاعة اللي قدامنا دي، اي قطاعة عندك ان شاء الله بكوباية لو ما عندكش قطاعة، وتعملي دواير كده واي اشكال عندك بقى عايزه تعمليها، وتحطي جزء من اللحمه المعصجه فوق الدايره دي. وهنشوف هنقفل الدايره ازاي. اهم حاجه نقفل الدايره باحكام علشان خاطر الحشوه ما تطلعش منها. متحاوليش تكتري الحشو قوي عشان خاطر تعرفي تقفلي العجينه كويس اهو. هنشيل بس اللي بين العجين ده عشان يبقى كل دايره لوحدها. هنقفل اهو الدايره كويس بايدينا، شايفين؟ ندوس بصوابعنا كده على طرف الدايره اهو. بسم الله ما شاء الله، هتبقى في منتهى الجمال، هتشوفوا دلوقتي. هنقفل نقفل نقفل نقفل. مهم. سلي نفسك وانتي قاعدة، اعملي حاجات جميلة خفيفة جديدة اهو. بنجيب الشوكة بقى من على الطروف، نقفل نقفل برضو بنفس الطريقة كده. هنشوف هنعمل ايه تاني برضو عشان تبقى احكام جامد بقى، ما تفتحش مننا خالص. يعني احنا قفلنا مرة بايدينا ومرة بالشوكة، وهنشوف هنعمل ايه تاني اهو. بصوا بنقفل بايدينا ازاي، نعمل شكل كده زي الاخطبوط. اولاد ابني بيقولوا لي ايه ده عنكبوت، ده اخطبوط، قعدوا يقولوا لي ايه الجمال ده، شكلها حلو قوي، قعدوا يمسكوها، قعدوا يلعبوا بيها وهما بياكلوها بمنتهى الجمال. بص بعد ما قفلناها هنجيب قشطه وعليها معلقه لبن، وبعد كده بالفرشه ندهن وش المخبوزات دي. بصوا الجمال ما شاء الله. بقى نجيب شويه سمسم نحطهم على الوش كده مع القشطه، هيمسكوا فيهم. بصوا شكلها حلو ازاي وطعمها تحفه. نشوف تاني برضو بنفس الطريقه اهي. هنحط برضو الدواير بعد زي ما عملناها، ونقفل نحط فيها اللحمة المفرومة ونقفل بايدينا وبعدين بالشوكة، وبعد كده نعمل الشكل الاخطبوطي اللي البنات قالوا عليه ده. بصوا الجمال بقى، هنشوف شكلها بيبقى جميل ازاي وبمنتهى السرعة، ما خدتش اي وقت. بصي اقفلي اقفل، بص شكلها حلو ازاي ما شاء الله.
رص في الصاج. وطبعا الفرن يكون سخن بقى، المخبوزات بتبقى عايزة حرارة عالية، والفرن يكون متسخن قبلها. بص بقى بعد ما طلعت في منتهى الجمال ازاي حمرا والسمسم لازق عليها وطعمها الحشوة من جوه وطرية وما شاء الله عليها، كانت تحفة. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. بصوا الجمال، حطيتوا لايك، واشوفكم فيديو جديد على قناة حودتنا ان كيتشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.